السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي حضراتكم بتشوفوا فيه الفيديو. الزبون بتاعي النهاردة عايز يعمل تدريجة على شكل 7 بس ما يكونش فيها سن. تعالوا نشوف هنعملها له ازاي. هنبدأ برقم 1. الدوران بتاع السالف دوت هنيجي من نصه بميلة لأعلى وهنقطع رقم 1 زي ما حضراتكم شايفين. هنحدد السبعة اللي تحت ازاي؟ هننزل بالخط اللي احنا ماشيين بيه دوت على أقصى اليسار، يعني هننزل على السن الشمال. وهنبدأ من الجنب الشمال نفس ما عملنا في الجنب اليمين، ونخلي بالنا ونعمل الارتفاع بتاع الجنبين يبقوا قد بعض، والدوران يبقوا نفس الميل. هنا بنظبط السبعة اهي. طبعا زي ما احنا متعودنا احنا بنطلع بالمشط على ما فيش، يعني بطريقة القوس من جوه لبره. وادي السبعة ظبطت معانا. هنبدأ بقى ندرج، هنبدأ بالزيرو بتاع المكنة الكبيرة. هنسيب مقدار صباع في الدوران كله، واحنا بنمشي بدرجة الزيرو بنمشي نص قوس، يعني من جوه لجوه ونقف علشان نحدد الرسمة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنمسك المكنة الصغيرة، الزيرو بتاعها بيشيل أكتر من الزيرو بتاع المكنة الكبيرة، فبننضف بيه الزيرو اللي تحت بحيث إن التدريجة تكون بتلمع ومنورة. المسافة اللي مشيناها بالزيرو الكبير هنمشي تحتها بحاجة بسيطة قوي بالزيرو الصغير. وهنجيب المكنة الكبيرة وننزل الدراع. الدرجة ديت عندنا احنا اسمها نص. يا ريت اللي بيشاهد الفيديو من أي بلد تانية يكتب لنا هو من بلد إيه وبيقول عندهم عليها إيه. ونسيح الزيرو الكبير بدرجة النص. إحنا ساعات بنقول عليها نص وساعات بنقول عليها زيرو عالي، كل حلاق وليه مصطلحه اللي بيشتغل بيه. نخلي بالنا نشتغل على الخط اللي إحنا ماشيين عليه بس ما نعلاش فوق علشان خاطر ما نرحلش درجة الزيرو لحد فوق، وبالتالي هنضطر ننقل التدريجة كلها لأعلى وهنبوظ الحلقة كلها. فهنخلينا حذرين واحنا شغالين في التدريج بالزيرو بالذات. هنرجع الدراع تاني لمستوى زيرو ونسيح الخط البسيط اللي تحت.
نيجي في الأماكن الضيقة ديت وهنضطر إن احنا نشتغل بطرف المشط بس مش المشط كله، علشان نحافظ على السن بتاع السبعة منضيعهوش. بعد كده هنجيب رقم 3 وهنشتغل بنظرية القوس من جوه لبره، وهنسيب جزء بسيط فوق هنشتغل فيه بالمشط والمقص، بحيث إن احنا نعمل كيرف في شكل الحلقة من قدام. المشية اللي نمشيها بالمكنة نعيد عليها مرة واتنين، بحيث إن المكنة ما تكونش مفوتة شعر. أنا بحب أشتغل بمكنة الحلاقة وال2000 اللي حضراتكم شايفينها في إيدي دي، مكنة جميلة جدا وسريعة وتديك احترافية في الشغل. بعد كده هنجيب الزيرو الصغير ونشتغل بالسن بتاعه ونمسح الخط اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا ما بيشترطش علينا ان احنا نشتغل بالسن اليمين بس او الشمال بس، على حسب راحة ايدينا واحنا شغالين. هنبدأ نحدد الدوران بتاع السوالف. الزبون دوت بيحب يعمله بالزيرو، ما بيحبش يعمله بالموس. وبعد كده نضغط على السوالف من تحت بحيث ما يكونش فيها شعر زيادة، وبرضو على تدريجة وننظف بيها شعر الرقبة كله. ونبدأ نعمل مربع القورة. المنطقة ديت يا جماعة بترسم الحلقة بطريقة جميلة جدا، ليها وزن معينة هنتعلمها في فيديو لوحدها، أو ليها ظبطة معينة. وبرضه هنعمل الناحية التانية زيها، ونخلي بالنا إن السنين بتوع تربية القورة لازم يكونوا قصاد بعض. وطبعا في الفيديو بتاعنا إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نظبطهم، وإيه هي العلامات اللي بنظبطها عليهم. هنعمل تربية الناحية التانية. في ناس بتحب تشيل الشعر دوت بالشمع، بس الزبون ده ما استحملش بصراحة، فقال لي مش مشكلة، ممكن تشيله بالمكنة الصغيرة وبعدها بمكنة التنعيم.
وطبعا احنا على حسب طلب الزبون، ما ينفعش نشتغل من مزاجنا. هنجيب مشط واحد وهننزل الدراع، هيبقى الدرجة اللي هنشتغل بيها دلوقتي رقم 1.5. وهنبدأ بقى نسيح السن بتاع ال7. هنطلع من جوه لبره، طبعا هندرج على مفيش، وهنخلي ايدينا خفيفة جدا. أهم حاجة وإحنا بندرج نبعد شوية لورا عن التدريجة ونبص على الشعر. بيبقى فيه ألوان فاتحة وألوان غامقة، يعني الشعر بيكون لونه عامل زي ما يكون فيه شعر كتير في المكان دوت أو لأ. فاحنا طبعا نخلي انسيابية الشعر كلها حتة واحدة زي ما حضراتكم شايفين. هنطلع الدراع لفوق، يبقى الدرجة اللي معانا دلوقتي رقم 1 بس مش 1.5. وهنبدأ ندرج الحز أكتر بحيث إن هو يكون ناعم على بعضه كده، ما يكونش فيه أي حز باين فيه، يكون شكل التدريجة أحلى وأحسن وأدق. في زيرو صغير كده باين أو حز باين دوت، احنا رجعت تاني عشان أسيحه أو أمسح الخط. وبكده هنبدأ نشتغل بالمشط المقص. أنا بصراحة بحب أشتغل بيهم، كان ممكن أجيبهم بدرجات المكنة. طبعا درجات المكنة المتاحة دلوقتي لحد رقم 12 أسهل وأسرع، بس أنا ما بحسش إن أنا فننت أو اشتغلت بمزاج إلا إذا اشتغلت بالمشط المقص. وبصراحة يعني شغل المشط المقص بيبين الحلاق فعلا من الهاوي. هنا البنسة كان المفروض نبعدها فوق شوية، بس مش مشكلة، محدش مضايقانا أوي يعني.
هنبدأ بقى نشتغل على الجزء اللي فوق، فلازم نبل الشعر كويس قوي بحيث إن الشعر يتحرك معانا في كذا اتجاه بحرية. دلوقتي هنستخدم سن المشط دوت عشان نعمل الميزان بتاع قص الشعر من فوق. قبل ما نقص الشعر لازم نعرف الزبون هيسرح ازاي. دلوقتي الزبون ده هيرفع الجنبين، فلازم يكون الجزء بتاع نص الراس بالطول آه، من أول الدوران بتاع مجال الشعر من ورا لحد المنبت من قدام زي ما حضراتكم شايفين. بقسمه خط أو خصلة واحدة بالطول كده مقدار صباع، وبنيم الجنبين التانيين على الجنب بحيث إن أنا أقدر أرفع الخصلة ديت وأخدها على صباعي على مستوى ارتفاع واحد. بالظبط كده، ما ميلش ايدي لقدام ولا مايل ايدي لورا، اخلي ايدي افقيه جدا واخد جزء من اللي اتقص واساوي عليه اللي لسه ما اتقصش علشان يبقى الميزان مظبوط للاخر. هنسرح بقى الشعر لقدام عشان هنجيب الخصل كلها سطر سطر كده زي ما بيقولوا. القصير في النص اهو هو الميزان اللي عملناه، نقص الجنبين عليهم. طبعا ايدينا ما ينفعش تميل لا يمين ولا شمال، لازم تكون افقيه جدا بحيث ان الشعر يطلع مربع من فوق لما يجي يتسرح. ما نسيبش الخصله الا لما ناخد اللي بعدها، يعني واحنا بناخد اللي بعدها نسيبها عشان نمسك الشعر اللي بعده، بحيث ان الخصلة ما تسيبش مننا وتضطر تعمل جزء طويل وجزء قصير، ودي تربي التعاريج او التمويج اللي في الشعر. طبعا احنا على الجناب بنرفع ايدينا سنة يكون اطول من المنطقة اللي في النص علشان لما تيجي تتني بالاستشوار يكون شكلها احسن وافضل وتكون سهلة في التسريح معاه في البيت. كده هناخد الشعر احنا خدناه من قدام لورا، هناخده من الجنب اليمين للجنب الشمال وناخد الزيادات. ما نقصش الشعر، الزيادة اللي تطلع بس هي اللي ناخدها بحيث إن الشعر يكون متساوي بصورة كاملة. هنبدأ بقى ناخد المنطقة بتاعت الكيرف اللي قدام أو منطقة القصة، هناخدها لبره كده على ما فيش، والزيادة اللي تطلع ناخدها على صباعنا. ما نقصرش الشعر برضه، احنا ناخد الزيادة بس، احنا بنعمل عملية تسوية. الميزان اللي عملناه في الأول ده هو اللي قصينا عليه. نبدأ بقى ناخد الشعر في كذا اتجاه زي ما حضراتكم شايفين الشعر متساوي. وبكده الفيديو معانا خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.